عمل وجهد وتخطيط كبير من طرف إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك بتقديم دورات التدريب لتأهيل المدربين والإداريين ومدربي اللياقة وحراس المرمى من مختلف دول العالم. علاء الجحوشي وكل التفاصيل في التقرير التالي. السلام عليكم. كرة القدم على بساطتها فهي كسهل ممتنع، بل باتت علما قائما بحد ذاته. نحن اليوم هنا في إدارة التطوير في الاتحاد القطري لكرة القدم، حيث تقام دورات تدريبية على مستوى العام بمختلف الفئات، وذلك بمشاركة أفضل المحاضرين في العالم لصقل المدربين ومنحهم رخص الاعتماد الدولية. أنا طبعا حتى وصلت إلى المنتخب الأول في مهنة التدريب استغرق مني الوقت 25 عاما. 25 عاما في مجال التدريب من خلال تقديم العديد من الجهد والتضحيات، وطبعا اشرفنا على العديد من اللاعبين في تطويرهم وفي نفس الوقت اعدادهم بالنسبه للمنتخبات الوطنيه. انا حسيت اني وصلت الى اعلى الهرم في مجال التدريب وحققت مكتسبات عديده، وما حبيت اني انا ارجع بتلك المكتسبات الى محطات قد لا تكون فيها هناك استراتيجيه عمل واضحه في مجال التدريب وتحقيق تلك الاهداف من خلال العمل مع الأندية الرياضية. فبالتالي فضلت أن أنا أحافظ على تلك المكتسبات وأضع كل تلك الخبرات في خدمة الوطن وفي خدمة الاتحاد الرياضي، في الاتحاد القطري لكرة القدم. كانت النظرة واضحة اللي هي طبعا تأهيل المدربين في جميع الجوانب التدريبية وفي جميع العلوم الرياضية المساندة لمجال التدريب كاللياقة البدنية وكذلك علم النفس الرياضي وفي نفس الوقت مبادئ وأسس التدريب. وبالتالي كانت هناك مراحل مختلفة لتدريب المدربين والنهوض بمستوياتهم من خلال التدرج بالدورات التدريبية، بداية من الدورة التدريبية دي حتى طبعا المسار الواضح في وصول إلى أعلى دبلوم تدريبي في كرة القدم في النطاق الآسيوي اللي هو دبلوم التدريب المحترفين. وكانت هناك طبعا منهجية واضحة في التدرج بمواضيع التدريب حتى وصولا إلى أعلى مستوى احترافي في نطاق التدريب. وكان الهدف في ذلك الوقت أن احنا طبعا نثقف جميع العاملين في المنظومة الرياضية بمهنة التدريب وأسسها والانفتاح وطبعا يعني تحقيق كثير من العلوم والمعارف بالنسبة للعاملين في هذا القطاع، سواء كان مدرب يشرف على تدريب فريق أو كان مدرب حراس أو حتى كان مدرب لياقة بدنية. وطبعا لم ننسى كذلك الإداري اللي هو له الحلقة الأهم في عملية تحديد استراتيجيات العمل ووضع الأهداف والإشراف على المنظومة الرياضية داخل الأندية. وبالتالي طبعا الجانب الإداري له قيمة وأهمية كبيرة جدا في تحقيق الاستقرار ووضع الأهداف والاستراتيجيات المهمة بالنسبة للعمل في الأندية. طبعا احنا حققنا تقدم ملموس في هذا الجانب من خلال طرح الدورات التدريبية والإقبال الكبير وتحقيق نجاح يعني على مستوى حصد الثقة من الاتحاد الآسيوي بمنظومة التعليم المتواجدة في ذلك الوقت من خلال وضع
وضع أسس ومناهج تدريبية واضحة ومستمرة ومستقرة بالنسبة لتطوير المدربين. حتى حصلنا في سنة 2019 على اتفاقية تعليم مشتركة مع الاتحاد الآسيوي بأنه هو ينصب الاتحاد القطري كواحد من أفضل 4 اتحادات على مستوى القارة بطرح الدورات التدريبية وحتى مستوى المحترفين. لقينا اقبال واضح من جميع الدول الوطن العربي بالتحديد من الدول الخليجيه ومن دول الوطن العربي في ارسال العديد من المدربين انهم يحصلون على الدورات التدريبيه في دوله قطر. ولو بنذكر امثله بنطرح كثير من الامثله، يعني طبعا ابدا بالكابتن وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، حصل على الدوره دبلوم المحترفين من دوله قطر من اتحاد قطري. الكابتن جمال بالماضي حصل عليها كذلك من دوله قطر، هو مدرب منتخب الجزائر. الكابتن سامي الطرابلسي كذلك حصل عليها من دولة قطر. طبعا نحن نفتخر بكل هذه الإنجازات، وكان تركيزنا الأساسي طبعا على المدرب المواطن بالتحديد ورفع كفاءته وتأهيله بجميع العلوم المساندة اللي يستطيع من خلالها أنه هو ينجح في عمله على أرض الواقع. وبالتالي كل هؤلاء الذي ذكرت أسمائهم سواء كان الكابتن يونس علي، مرغني الزين، وسام رزق، نبيل أنور، العديد من الاسماء، الكابتن عبد الله مبارك، العديد من الاسماء للامانه يعني شرفونا بمستوى جيد من العمل بتقديمه مع الانديه القطريه، وتوج من خلالها الكابتن يونس بافضل مدرب وهو يستحق للامانه. We are community, a big community with the QFA and Aspire and as نحن في أسباير سعداء بأن ندعم هذا المشروع الكبير لدورات الاتحاد الآسيوي التي ينظمها الاتحاد القطري لمساعدتهم في تحليل الأداء الكروي. نحن الآن في دورة المحترفين برو بمشاركة 26 متدربا من دول عدة، وهي أعلى دورات التدريب. نقوم بالتنسيق بكل ما يتعلق بالجانب التكتيكي والعملي، وحتى في الجانب النظري نركز على تطبيقات حقيقية جلبتها لهم من تجارب سابقة هنا في دولة قطر أو حتى في ريال مدريد أو مانشستر أو من لاتسيو. لذلك نحن نجلب لهم الخبرات من أفضل الأندية. شخصيا أنا مستمتع جدا بالعمل مع هذه المجموعة، والمفتاح للنجاح هو التعليم، هو كلمة السر لكل جوانب الحياة، وخصوصا فيما يتعلق بالتدريب لتطوير كرة القدم حول العالم. اسم على مسمى إدارة تطوير المدربين، العمل مع المدربين الآسيويين والعرب اللي دائما منكسر معنا نهائيا بأنجح المحاضرين العالميين اللي عم نكتسب من خبراتهم ونطور من أنفسنا، وهذا الشيء مو غريب على دولة قطر وعلى الاتحاد القطري لكرة القدم، دائما سباقين في هذه الأمور. نتكلم احنا صحيح على مشوار رياضي كبير جدا اكتسبنا فيه خبره كلاعبين، والان ننتقل الى مرحله التدريب الذي نبحث فيها ايضا على خبره اخرى. طبعا لدينا دوره البرو هي الهاي ليفل، الان ثاني مرحله لنا هي لعده مراحل، 4 مراحل على مدار السنه. طبعا دوره جدا مميزه، دوره صعبه، دوره تجتهد فيها تتعب فيها لكي تكون افضل في المراحل القادمه. وصلنا الآن إلى الجانب العملي من المحاضرات، فبعد انتهاء المحاضرات النظرية يتم الانتقال صباحا أو مساء إلى الجانب التطبيقي العملي، حيث يتلقى المدرب التعليمات من المحاضرين.
الهدف من هذه الدورات اللي احنا ناخذها ان احنا نحقق استراتيجية النادي اللي تبي توصل لها في كرة القدم، وكذلك نخدم رؤية الاتحاد القطري لكرة القدم، رؤيته في تطوير الكرة. أحد الأسباب أن في تكون عندي جهتين، إما العمل كمدرب إن شاء الله في المستقبل، وإما أني أساعد حتى زملائي في المدربين في أني أفهم طبيعة شغلهم، وأن أطور من نفسي عشان أقدر أساعدهم إن شاء الله في تقديم العمل اللي يقومون فيه. لعبوا تارجت، لعبوا تارجت، وبدي شباب بدي 6 لعيبة أصفر.